احنا ولا بنختار شكلنا ولا بنختار عيلتنا، بس بنختار اصحابنا. عشان كده الفيديو ده ليك. عارف لما تدخل اوضة ريحتها كلها دخان وتطلع منها تلاقي ريحة هدومك دخان؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل مع الاصحاب. الصحوبية مش بس هزار وخروج وكلام، الصحوبية عدوى. لو فضلت وسط ناس سلبيين هتبقى سلبي زيهم. لو فضلت مع ناس مصلحتهم فوق اي حاجة هيجي يوم عليك وتبقى أناني زيهم. لو فضلت مع ناس محبطين أو عايشين حياتهم بلا هدف تلقائيا هتبقى زيهم. واللي بيقضي معظم وقته مع ناس بتشتكي أو بتلوم الظروف هيبقى سلبي زيهم. واللي وسط ناس عايشة بالفهلوة واللف والدوران هيجي يوم عليه ويشوف إن الحرام ده حاجة عادية. واللي أصحابه بيعصوا ربهم بأي شكل من الأشكال هيجي يوم ويبقى زيهم. مهما كنت فاكر نفسك قوي ومش هتعمل زيهم مش هتعرف تقاوم ده طول الوقت، وهيجي يوم عليك وللأسف تمشي نفس طريقهم. الناجحين في حياتهم مش دايما أذكى الناس، لكنهم بيختاروا الصحاب الصح، ناس بتدعمهم، ناس بتحفزهم، ناس بجد بيساعدوهم إن هم يبقوا أحسن. عشان كده لو حسيت إن صحابك بيوقعوك بدل ما يرفعوك اعرف إن أنت مع الناس الغلط. ومهما كان صعب عليك إن أنت تغير ده لازم تغيره، لازم تغيره قبل فوات الأوان.